ازيكم حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم عن قواعد الصحة النفسية. 5 قواعد النهارده، وده الجزء الاولاني. اول قاعدة وهي ان اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، عشان كده لازم نعمل اللي يساعدنا بما يرضي الله. ومفيش حاجة هتزعل ربنا مننا. طيب، تاني قاعدة، ما احزنش، احاول على قد ما اقدر، عشان اكتر حاجة بتحس بيا هي صحتي. محدش هيحس بيا غير صحتي، وبمنتهى البساطة. وقبل ما اتعلق بحد لازم اكون مستعد لغياب الحد ده. الكيس ده غاب عني، نفسيتي ما تبقاش نازلة. رابع قاعدة، لو انا حسيت المكان مش بتاعي، ما حاربش. حسيت ان اللي قدامي بهاتي معاه على الفاضي، ما حاربش، ما خشش في نقاش اصلا معاه، واوجع في قلبي واوجع في قلبي. خلاص، هو اللي قدامي مقتنع بوجهة نظر معينة، ومهما قعدت اتكلم واتناقش هو مش مقتنع غير بحاجة معينة، هتأثر عليك بمنتهى البساطة. خامس قاعدة ودي الأخيرة، أتجاهل أي حاجة هتاخد فرحتي، هتأثر على فرحتي، عشان أعيش حر بدون أي حاجة يعني تأثر كده على فرحتي. بس كنت معاكم النهاردة في الجزء الأول من قواعد الصحة النفسية. واستنوا الجزء التاني إن شاء الله لقواعد الصحة النفسية، ودربوا نفسكم عليها، ويا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.